فيديو جديد في قناة سيماسيمو. بس ده مش اي فيديو، ده فيديو بمثابة معجزة حصلت لي. الفيديو ده بصراحة لأي حد بيحس بزعل، اكتئاب، حزن، مشاعر سلبية، ان هو بيقعد يدعي والدعوة متحققش ومش شايف اي نتيجة للدعاء بتاعه، زهق طهق من الحياة زي ما بنقول كده وخلاص بقى جاب اخره واكتئب ونايم منعزل، نايمة منعزلة في البيت. الفيديو ده بجد لكل الناس دي. شفت يعني بصوا بقى تكملة القصة، ان انا شفت الفيديو اللي انا حطاه لكم في الصورة اللي هي قبل ما تخشوا الفيديو دي من يومين، وعملت اللي الشيخ قال عليه. فحرفيا الدعوة بقى بجد 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 اتحققت بعد ساعتين. فانا بصراحة متحمسة ان انا ادعي لكم، لان هو زي ما بقولك كده الفيديو ده بمثابة معجزة حصلت في حياتي. هي اي نعم مش اول معجزة تحصل لي، او مش اول حاجة انا اشوفها بعيني ان هي معجزة، لان انا حصلت لي يعني كل ما بدعي ربنا بجد بحاجة الحمد لله بفضل الله، وابقى واثقة ان هو هيعملها لي وحياة ربنا بتتحقق مهما كانت صعوبة الموقف. وعندي موقف تاني بس مش هحكيه في الفيديو ده عشان انا ممكن اطول شويه في الفيديو ده، بس هبقى اطلع احكي لكم في فيديو تاني. فبصوا يا جماعه بجد افتحوا قلبكم كده وروحوا هاتوا حاجه تشربوها واركنوا الحزن والزعل على جنب، وتعالوا احكي لكم، عشان انا هحكي لكم بالتواريخ وهقول لكم ايه اللي حصل لحد من كام يوم، ايه اللي حصل، وانا باين عليا الفرحه والانبساط. فانا بجد مبسوطه وحسيت بالمسؤوليه ان انا اطلع اقول لكم الكلام ده. اصل بجد القناه بتاعتي دي والناس اللي بتتفرج عليا هم بس مش نتشارك الحاجات اللي هي البنانيتي بقى والفيديوهات اللطيفه دي، لا انا لازم اقول لكم عن ان فعلا ربنا بيعمل لنا الحاجات اللي احنا عايزينها. وحسيت بالمسؤوليه ان انا لازم لو انتوا زعلانين ان انا اقول لكم ان لا استمروا وادعوا، وان شاء الله ربنا هيستجيب لكم كل حاجه مهما كانت صعبه، لان هو اصلا رب المستحيلات. فيلا بينا بقى نقول فيديو جديد في قناه سماسيمو. احنا قلنا كده كده اول الفيديو، بس حطوا اللايك والسبسكرايب، واهم حاجه اللايك عشان الفيديو ده يروح لكل الناس الزعلانين واللي مكتئبين ويشوفوه ويستفادوا، والدل على الخير كفاعله. ويلا بينا. قبل ما نبدا القصه عايزه اخد رايكم في حاجه. ايه رايكم نعمل كل اسبوع فيديو شبه ده كده يقربنا من ربنا اكتر ويفكرنا ان فعلا ربنا موجود جنبنا، حتى لو الدنيا بتاخدنا شويه وبنحس باليأس، الشيطان بيضحك علينا. فلو انتوا عملتوا لايك وسبسكرايب فبيظهر لي ان انتوا عاملين سبسكرايب من خلال الفيديو ده، فانا هعتبر ان اوكي انتوا كده موافقين ان احنا نعمل فيديو كل اسبوع عن المواضيع الجميله دي اللي تقربنا فعلا من ربنا. فيلا بقى نحكي لكم القصه، عشان ايه انا متحمسه قوي بصراحه. الحكايه بدات يوم 25/8/2024. كنت رايحه انا وبنت خالتي لدكتور جلديه عادي اللي هو بتاع البشره والشعر، ولو مثلا طالع لك حساسيه او حاجه دكتور الجلديه. اكيد انتوا كلكم عارفين دكتور الجلديه ليه، عشان خاطر يعني شعرنا وبشرتنا وعايزين نعالجها بقى ونهتم بنفسنا كبنات عادي جدا عادي جدا زي اي بنت انا وهي. المهم رحت انا وهي ودخلنا ودفعنا الفلوس، وكان دكتور مش في مستشفى، كنا رايحين له بالليل، فكان في العياده الخاصه بتاعته. اسمعوا وركزوا معايا في الكلام. دخلنا انا وهي، كشف عليها، جه الدور عليا، قعد يتكلم معايا كده شويه ويعرف بقى ان انا بيجيلي صداع كتير ومش عارفه ايه، وقعدنا نتكلم كده شويه قبل ما يكشف عليا. وراح قال لي بصي انت علاجك مش عندي. هو ايه اللي علاجك مش عندي؟ انا جايه لك اصلا حاجه تخص الجلديه، ايه اللي علاجك مش عندي؟ يعني ايه علاجك مش يعني ايه علاجك مش عندي دي؟ المهم لما قعدت اقول له ان انا مثلا يعني هو يستدرجني كده في الكلام بقى دكتور وفاهم، وان انا بيجيلي صداع كتير، بدأ ان هو يقول لي ان انا علاجي مش موجود عنده، علاجي موجود عند دكتور مخ واعصاب. انا فضلت قاعده عامله كده اللي هو يعني ايه علاجي عند دكتور مخ واعصاب؟ مش فاهماها دي. المهم اخدت منه الكلام كده بصراحه وما حطيتش في دماغي، يعني قلت خلاص انا هجرب. وروحت البيت، واصلا ما كانش في دماغي ان انا اجرب اروح لدكتوره مخ واعصاب ولا اي حاجه من الكلام اللهبل ده، من الكلام بجد كان بالنسبه لي في وقتها كلام اهبل اللي هو في ايه. قلت اكيد الدكتور ده مش فاهم اي حاجه. المهم ان انا روحت وفضلت قاعده وقلت طب ما يلا نروح لدكتوره مخ واعصاب. فكان في كده زي صراحه بقى قلت انا مش هروح في دكتوره معروفه وبتاع، يعني هو مكان كده جنبينا بيبقى فيه كذا دكتور يعني. رحت وكشفت عند دكتوره المخ واعصاب، قالت لي انا شاكه في حاجه، انت لازم تروحي تكشفي عيون. انت هتشقلطوا لي لبعض بقى ولا ايه؟ وانا قاعده بصراحه خايفه. عارفين لما تروحي للدكتور عشان دكتور جلديه اصلا اللي هو طبيعي كل البنات بتروح له، والموضوع يوسع دكتور مخ واعصاب بعد كده دكتور عيون. دخلت لدكتوره العيون في نفس اليوم، الدكتوره العيون او تاني يوم على طول دكتوره العيون اللي في وش دكتوره المخ والاعصاب في نفس المكان.
دكتوره العيون راحت برقت لي كده وقالت لي انت ازاي ساكته على نفسك كده؟ انا بجد وحياه ربنا في اليوم ده كرهت كل الدكاتره الستات، ومن مكاني ده بقول اي دكتوره ست انا اسفه، انا ما بحبش الدكاتره الستات بجد، عشان هم عندهم عاطفه بجد اوقات بتسيطر عليهم في شغلهم، وخصوصا الدكتور ما ينفعش العاطفه تسيطر عليه، عشان خاطر في مريض تحت ايده ممكن يجي له سكته قلبيه من تعابير وشك دي. المهم قالت لي انت عندك ارتشاح في العصب البصري الدرجه بتاعته مش عارفه ايه، وكبرت لي الموضوع كده. هو الارتشاح ده حاجه قويه يعني، وحاجه مش حلوه، وحاجه لا قدر الله ممكن تؤدي الى العمى. الحمد لله بفضل الله انا الحمد لله خفيت منه، بس هي خضتني ساعتها، وكان الموضوع ده اول مره اسمعه اصلا. رحت للدكتوره وبعد كده خرجت بقى تعيط. في اليوم ده رحت للدكتور بتاعي بقى اللي انا اصلا بكشف عنده، اللي هو دكتور في عياده خاصه، رحت له عادي. فراح طلب مني اشعه كتيره، لان هو كان قبل ما اروح للدكتور ده رحت لدكتوره مخ واعصاب تاني، بس برضو كويسه بقى في عياده خاصه بتاعتها في مكان ايه، ما كنتش مستريحه في المكان اللي انا رحت ده الصراحه، كنت رايحه كده عشان ايه اطمن نفسي. فقالت لي محتاجين نعمل اشعه على المخ وكده عشان نطمن ان ده حاجه يعني ربنا هو اللي بعتها لك، مش حاجه انت مثلا عندك ضغط في الدماغ او حاجه وهي اللي ادت ايه الى الكلام ده كله. فعملت كل الاشعه وكل التحاليل اللي هي طلبتها مني، والحمد لله طلعت كويسه. اذا اللي عندي ده حاجه ربنا بعتها لي، هديه كده من عند ربنا. ابتلاء، بس كان انا اعتبرته ان هو هديه لان هو قربني من ربنا جدا. ف رحت، وبعدين بعد ما رحت والحمد لله عملت بقى كل الاشعه دي، ودخلت بقى في الجهاز ده. بجد كان خانقه قوي، كنت خايفه بصراحه ونفسي كده، انتوا عارفين بقى اللي هو الجهاز بتاع الاشعه ده اللي بتخشيه كل كده. المهم الحمد لله بقيت بخير، ورحت للدكتوره وقالت لي روحي لدكتوره عيون، ورحت لدكتوره عيون. وقالت لي برضه طلبت مني حاجات اعملها على عيني عشان نتاكد ان دي حاجه مش يعني حاجه مش مثلا جايه من توابع، لا هي حاجه ربنا بعتها لي. فبرضه الحمد لله اتاكدنا ان دي حاجه جايه من عند ربنا، هديه يعني. فرحت الدكتوره وقالت لي ان انا عندي، بس مش بالدرجه اللي الدكتوره الاولانيه قالت لي عليها. المهم انا في الوقت ده قلت الحمد لله يا رب، انا مش انا قلت له يا رب، بس انا كنت بتكلم كده، قلت له يا رب بص انا زعلانه عشان انا بشر وحاسه بمشاعر حزن وزعل وكده، بس انا راضيه. كانت دي كل مره لما مثلا بخرج من عند الدكتوره وتقول لي اتاكد لي ان انا فعلا فيا حاجه، لحد لما كل وقت دعاء كنت بدعي ان انا اخف. الحمد لله في عرفات، في رمضان، في كل وقت كنت بدعي ان انا اخف، والحمد لله ربنا استجاب الدعوه دي في الاخر. بس عايزه اكمل لكم القصه يعني. بعد كده رحت كشفت الدكتوره دي، وكان المفروض اخر ميعاد ليا رحت قبل رمضان، وكان المفروض اروح لها بعد رمضان. وانا الصراحه زهقت من الدواء لان كنت باخده 3 مرات في اليوم وبزهق بقى واتخنقت. فقعدت اخر 3 شهور يعني من يومين كده، المفروض كنت اروح للدكتوره من 3 شهور، وما رحتش للدكتوره من 3 شهور، وحسيت بقى ان انا مصدعه وتاني ورجع لي الصداع، ورحت وقررت ان انا اروح للدكتوره. في اليوم ده شفت الفيديو اللي انا كنت حطاه في الصوره اللي هي الصوره المصغره اللي هي بتاعت الفيديو دي. شفت الفيديو ده والشيخ كان بيقول في خطه كده ان احنا لو عايزين الدعاء يستجاب نعمل 1 2 3. ايه 1 2 3؟ ان انا اول حاجه اتوضى واستقبل القبله، وبعد كده اقف استحضر ذنوبي كلها واحمد ربنا، ابدا ان انا اصلي، وبعد كده احمد ربنا واصلي على النبي وادعي كتير 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 كتير، الح في الدعاء واختم الدعاء بتاعي بالصلاه على النبي. وبعد كده بعد ما اخلص كل اصلي وادعي بنفس الطريقه دي. انا الصراحه دعيتها بعد ما قمت من الركوع، وانا في السجود كنت بدعي بنفس الطريقه في كل حاجه عشان ما حدش يسالني صليتي ازاي يعني. فبعد ما قمت وكده قال بعد ما نخلص الصلاه نتمها بصدقه. فانا يعني حاولت ان انا اعمل زي ما هو ما قال بالظبط. المهم بعد ما عملت كده قعدت ادعي يا رب، اقول ايه بقى في الدعاء وانا بصلي، اقول له يا رب انا واثقه ان انا ان شاء الله هروح للدكتوره، هي هتقول لي ان انت ما فيكيش حاجه، هي هتقول لي اسماء انت خلاص خفيتي، انت خفيتي، على الرغم ان انا بقالي 3 شهور ما باخدش الدواء، والموضوع خطير، موضوع ارتشاح العصب البصري ده اصلا خطير. فمش عارفه يعني الحمد لله ان انا جبت الثقه دي بجد من ربنا. كنت بدعي بالثقه دي، انا عايزاكم تدعوا ربنا بالثقه دي، يا رب انا عارفه ان انت هتعمل لي كذا، مش يا رب لو انت عايز تعملي اعملي، لو مش عايز تعملي لا، ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه بس. فده اللي انا عملته، وبجد كان عندي ثقه كده، يا رب انا رايحه النهارده والدكتوره تقول لي 1 2 3.
دخلت للدكتوره قالت لي ما بتاخديش الدواء، قلت لها لا ما باخدوش، كان المفروض تجيلي من 3 شهور. يا دكتوره اصل انا كنت زهقانه فما جيتش. قالت لي طب يلا نقعد نكشف. اول ما قعدت راحت قالت لي في تحسن كبير، بس عايزين نحط قطره توسيع العين عشان نشوف. خرجت حطيت القطره ودخلت لها قالت لي خفيتي، والله العظيم ده قالت لي خفيتي. كنت قاعده مصدومه بجد، اللي هو بجد كل شويه اسالها دكتوره انت مش بتضحكي عليا صح؟ انت مش بتضحكي عليا؟ قالت لي لا والله مش بضحك عليكي بجد. المهم ان وانا يعني بجد سمعت كده وحسيت خضه اللي هو فعلا لما بندعي ربنا واحنا واثقين ان هو هيستجيب لنا وكل حاجه بقى خلاص يا رب انا واثقه ان انت تستجيب لي، ففعلا ربنا بيستجيب الدعوه دي. يعني بصوا والله العظيم انا لدرجه ان انا وانا مروحه كنت راكبه المترو، فنزلت محطه بعد المحطه المفروض ان انا انزل من انا اصلا طول المترو عماله افكر يعني ازاي الدعوه اتحققت كده، ازاي لما عملت الحاجه اللي الشيخ قال عليها. طبعا اتعلقت بربنا الاول ووثقت فيه، الدعوه دي اتحققت بالطريقه دي. وخصوصا ان انا بدأت الدعوه دي من زمان قوي، من ساعه لما عرفت ان هو من 24/8 بدأ ان انا اخف طبعا عادي جدا. ازاي اتحققت في ساعتين زمن، ازاي اتحققت في ساعتين زمن كده، او ان انا دعيت ربنا بالثقه دي وازاي الدعوه اتحققت كده. فالفيديو ده بصراحه يعني القصه دي هي ملهمه قوي بالنسبه لي، كل ما هقع في مشكله هفتكرها وكل ما اجي ادعي ربنا هفتكرها. فعشان كده حبيت ان انا اطلع اعمل لكم الفيديو ده، عشان اي حد تعبان، اي حد في حاجه واقفه قدامه، اي حد مخنوق متضايق. عايزه اقول لك ان كل دعوه انت بتدعيها او انت بتدعيها ربنا يا اما بيحققها لك زي ما هي، يا اما بيشيلها لك في الجنه، يا اما بيصرف بيها اذى عنك. وبيصرف فيها اذى عنك دي انا شفتها، لان انا كنت بدعي ربنا ان انا اخف قبل ما اروح لدكتور الجلديه، على اساس يعني بمخي الصغير ان انا تعبانه والدكتور الجلديه هيديني مرهم كده وهخف، او هيديني كريم وهخف. ما كانش فيه حاجه اصلا، بس الدعوه ربنا صرف بيها اذى عني. ولما دعيت بقى ان انا اخف الحمد لله ربنا استجابها لي زي ما هي، رغم ان انا يعني بصوا مش بقول طبعا اللي تعبان ما ياخدش الدواء، بس انا كنت زهقت فعلا، كنت بقول يا رب انا خلاص مش قادره اخد دواء تاني، خصوصا ان انا معدتي بتتعب من الادويه قوي. فكنت لما باجي ادعي واصلي في قيام الليل واقول له يا رب انا تعبت خلاص من الدواء، فعلا انا فعلا تعبت من الدواء وزهقت. فكنت بجد بدعي ربنا كده، فالحمد لله ربنا استجاب الدعوه، والحمد لله ان انا طلعت عملت الفيديو ده. وعايزه يعني اشهد ربنا ان انا بجد بعمل الفيديو ده عشان خاطر، مش عشان خاطر بجد اي مشاهدات، عشان خاطر انا بحب اتكلم عن ربنا بجد جدا، وبحب احكي لما يكون موقف حلو حصل معايا لعل اللي قدامي يستفيد منه بس فيعني ربنا يجعل العمل ده خالص بجد لوجهه. فبس دي القصه بتاعت النهارده. فمش عارفه لو نسيت حاجه تاني ممكن ابقى اقولها لكم بقى في فيديوهات تاني. وبس كده، ما تنسوش اللايك والسبسكرايب وتستنوا الفيديو الجاي عشان هقول لكم بقى هنعمل ايه لو عايزين ضوافرنا تطول. انا عارفه ان الفيديو بتاع المره الجايه ملوش علاقه بالفيديو ده قوي يعني، بس احنا كبنات مع بعضينا كده واخوات واصحاب حلوين، فان شاء الله الفيديو الجاي هيبقى مهم واللي بعده مهم، وكل اسبوع ان شاء الله نخلي فيديو زي ده. وبس كده، باي.